السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة للأهلي جنود مع هاني عثمان. الأهلي فاز على الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. فوز للفريق الأفضل، ولكنه مش الفوز الأفضل. أنا عارف إن كل جماهير الأهلي يمكن نفسيا مش مبسوطة وطالعة من الماتش حزينة، لأن الماتش كان يستاهل يطلع بنتيجة أحسن من كده. قبل ما نتكلم عن أي حاجة لازم أبدأ بالحكم. وليه ببدأ بالحكم؟ لأن لما تبقى الأخطاء بالشكل ده، أنا لا هتكلم على فاولات، لا هتكلم على مساهمته في إضاعة الوقت هو بنفسه، لا هتكلم على ازدواجية المعايير في القرارات، مش مشكلة كل ده هنعديه. لكن بانت من أول دقيقة. والغريب برضو مش الحكم بس، الفار. يعني أول دقيقة الإيد متنية، الكوع في وش أو في رقبة مروان عطية. يمكن حتى حسيت ان الموضوع عدى عادي، مفيش انذار، مفيش فار بينده، رغم ان الشروط باينه، الايد مش مفروده، الايد متنيه والكوع مضروب. عدت، قلنا في اول دقيقه عدها. لكن لما تبقى مجمل اخطاء الحكم بضربتين جزاء وحالتين طرد، لا يبقى لازم نتكلم. انت اخطائك كلها مؤثره وبالتعاون مع الفار. يعني الغريبه اول ضربه جزاء لحسين الشحات بتفكرني بتاعه شريف قناوي في ماتش النجم الساحلي، والحكم اللي الله يسامحه العرجون، مش هنقول اكتر من كده، لا ضيع مننا بطوله. نفس الزقه، ويمكن دي افظع كمان. الراجل ما عندوش فرصه يلعب كوره خالص، حسين الشحات طالع ياخدها ودفعه واضحه زي الشمس داخل ال 18، لا حسب ولا الفار نداه. ايه العذر اللي اقدر اديه لهم؟ انا مش لاقي عذر. ليه ما اتحسبتش ما اعرفش. الكره الثانيه لعب باصه غلط، اخدها حسين الشحات، راح اتداس على وش رجله وباينه. فاسهل منها اتحسبت على ديانج في ماتش النجم الساحلي في الدور، لما كسبنا، لما تعادلنا هناك 0-0. كان برضو ديانج نازل، راح مع اللاعب بتاع النجم الساحلي، يا دوبك الرجل لمست الرجل، جابوا الفار وبص وثبتها له، مشاها له بالبطيء، حسسناها ان هي جريمه قتل وحسب ضربه الجزاء اللي جت في العارضه. تيجي النهارده الرجل داس على الرجل، طب يا عم بتاع الفار ناديه وياخد هو قراره، يحسبها ولا ما يحسبهاش؟ ما يحسبش ضربه الجزاء الثانيه. وبمنتهى الخبث يجي لك من ضربه حره مباشره بان ان هي في دماغ اللاعب ويحسب ضربه جزاء، عشان الفار يبعت يناديه، الفار يبعت يناديه، ياخد له دقيقتين ثلاثه وفي الاخر يلغيها، وبعد الوقوع والتمثيليات والكلام ده يجي يحسب لك 5 دقائق بس، لان النتيجه كانت 0-0 وانه كده في صالح الوداد. يوم حاسب كام؟ حاسب 5 دقائق وقت بدل ضايع، هو لوحده مضيعهم بعيدا عن الفار وبعيدا عن اللعيبه اللي وقعت. من الكلام مع اللعيبه في كل ضربه ثابته. تيجي الشوط الثاني، الكوره شتت محمد هاني، تعدي الراجل يحيى جبران ورايح بيرسي تاو من نص الملعب، هو كهربا هم موجود، والراجل يشيلها بايده ويدي انذار، ولعيبه الاهلي تروح تطالب بحقها. لا هو يدي كارت احمر ولا الفار ده حتى يعمل اللي عليك، الفار تعالى شوف الاثنين، وهو ياخد القرار اللي هو عايزه، ولا الفار ده. ايه اللي بيحصل؟ مش فاهم. ربنا يكون في عوننا بقى في لقاء العوده مع حكم هو اصلا من الحكام اللي بيجيبوها لما بيعوزوا يوجهوا حاجه بملكه سيمبا. ده واحد من الناس زي سيكازوي والناس اللي الحمد لله ربنا رحمنا منها. اما بتعوز تعمل حاجه وعايز حكم يساعدك، من الناس اللي بيعتمد عليها في الحاجات دي هو بملكه سيمبا اللي هيحكم لنا ماتش العوده. فربنا يستر. ولازم لعيبه النادي الاهلي تخلي بالها قوي، زي ما عملوا كده بتوع الوداد في اول فاول بالسيعه، بيخطفوا الحكم، اقل فاول يروحوا يقفوا حواليه يتجمعوا، اعمل كده. ما تحاولش تتهور عند ال 18 في كور سهله. انا شايف ان احنا بنلاعب فريق ما بيعملش حاجه في حياته غير انه بيعلق كور عرضيه في ال 18. فمالوش لازمه يجي واحد زي محمد هاني مثلا، الراجل واخد الكره ورايح على نص ملعبه بظهره وراح نعمل معاه فاول. حاجات ملهاش لازمه. النهارده الماتش بدا الاهلي سيطره تامه، الشوط الاول يخلص 75% استحواذ ليه ب 25% للوداد، ما كانش ينفع يخرج 0-0. ولكن بروعه افضل اثنين في النادي الاهلي وهم مصدر الخطوره، الثقه والمهاره، الحلول. نمره واحد حسين الشحات. الناس بتزعل منه لما بيزودها، لكنه التزويد ده من ان هو يملك الجراءه ويملك القرار الصح. يعني هنتكلم اول حاجه على الاهداف. الهدف الاول حسين الشحات استلم، مش لعيب مش زي بقيه لعيبه النادي الاهلي يلعب السهله، يلعب البسيطه، يرجع لورا، لعيب غير تقليدي. لعيب حسين الشحات من الناس اللي عايزه على طول. بيفكرني بياسر ريان. ياسر ريان مع الاهلي اللي اتفرج عليه في التسعينات، ياسر ريان ما كانش عنده حاجه اسمها تضييع وقت بالكوره يرجع لورا، لا، حتى لو الاهلي كسب الماتش وفاضل دقيقتين على طول بيستلم رايح ناحيه الجون. لعيب ايجابي. حسين الشحات استلم، لا حط كده ولا كده، بيلعب الباص الريسك اللي بيقربه من المرمى، حطها لحمدي فتحي. حمدي فتحي استلم، لعب باص غريب الشكل، ما اعرفش حمدي فتحي النهارده فيه ايه، بس طويل قوي، مع ان
بسيط يودي حسين هو الجول، لعبها بعيد. انا كنت بقول لحسين الشحات ارجع لمعلول عشان معمول يعمل عرضيه، لكن حسين الشحات طلع يعني هقول ايه، اذكى مننا كلنا. لا راجل ايجابي مش عايز يرجع لمعلول، ومعلول هو دخل ال 18 خافوا طبعا يلتحموا معاه عشان ضربه الجزاء، وباصص وشايف وهادي ويعملها عرضيه على راس تاو اللي حطها بدماغه ذكيه جدا في ابعد نقطه عن حارس المرمى، اللي حطها بقى في المتناول. وهو ده اللي بقوله، الفرص ما تضيعش. هو ده اسلوب اللي عمله تاو ده، هو ده كده استغلال الفرص. لان الماتش بدأ كهربا انفراد جاله كده من باب الله، معرفش ليه حطها بالضعف ده، حطها على الارض ليه؟ عندك 100 حل يا كهربا. انا مش عارف، انا نفسي اسال بس، انت لاعب في النادي الاهلي، مش كهربا بس، كهربا، حمدي فتحي، ديانج، علي معلول. انا شايف النهارده في توتر وفي خوف. خايف من ايه؟ انت متخيل انت بتلعب وفي 50 ولا 60 الف في ظهرك بيشجعوك؟ انت اللي قدامك اللي يخاف مش انت. انا ما اخافش، انا استلم، ابقى عندي جرأة، ما اقلقش. انا الوحيد اللي كان بيستلم وعارف ان الكرة مش هتروح منه، وعارف ان احنا هنعمل خطورة، كان هو نمرة 1 حسين الشحات، 2 بيرس تاو. الباقي عايز يطلع الكرة برجله سليمة بس، عاوز يلعب الصح ما يغلطش. لا انا الاهلي بلعب نهائي في ارضي، لازم اجيب واحد، الواحد اجيب التاني، اجيب التالت، اهاجم، احاول. لكن انا ما اعرفش ليه يا جماعه، ده انت تعب الموسم كله، ماتش زي ده تتعب فيه تحقق هدفك، انت جاي على الماتش بتحقيق الهدف. انا يعني، وبعدين كولر النهارده الصراحه انا ادارته الماتش ما كانتش عجباني لاكتر من سبب. اول سبب، انت حاطط حمدي فتحي وديانج، حمدي فتحي عشان يكمل في الهجوم ما كانش بيعملها كويس، وفي نفس الوقت يقدر يقفل نص الملعب مع ديانج. الاثنين النهارده دفاعيا ما كانوش بيعملوا حاجه. كان لو في كره التحام خلاص، لكن بدا الشوط الثاني الوداد مسيطر، مفيش ضغط خالص، كله تحليق. انت عارف ان الفرقه دي ما بتعرفش تحضر، واكتر من مره لما ضغطنا ضغط كويس الكره راحت منهم، كانوا بيطلعوها اوتات ما كانتش بتطلع سليمه. يجي الشوط الثاني الكل بيحلق بدايه من كهربا، تاو برضه في نص الملعب، ديانج وحمدي فتحي، كله تحليل، تعدي توصل الزون 14 بتاعنا احنا، مفيش ضغط، مفيش غير مروان لوحده. يمكن مروان النهارده مش زي مروان، لكنه انا عذره لان الاثنين اللي كانوا معاه مش في افضل حالاتهم. ديانج خايف، في بدايه الماتش في الشوط الاول عمل باص غريب جدا كان هيعمل علينا مشكله. ليه متوتر؟ احنا في ملعبنا، احنا الاهلي، احنا في 60,000 معانا. يعني كنت افهم التوتر ده لو بلعب في المغرب، لكن في ماتشنا وابقى متوتر وخايف. الجون الاول جه في وقت مثالي جدا في نهايه الشوط الاول زي ما حصل في ماتش الرجاء. بدا الشوط الثاني معرفش ليه الحاله اللي كان فيها النادي الاهلي الحمد لله ما استمرتش اكتر من 7 10 دقائق، وبعد كده رجع الاهلي تاني يمسك الكوره ويبدا عبد المنعم وياسر يشتغلوا، ينزل لهم مروان، وكان مروان بس اللي بينزل، مش فاهم ليه برضه. ديانج ما كان خايف يستلم الكوره، كان بيبعد في اوقات كتير قوي مش عايز يستلمها، نفس القصه انه خايف يغلط، وانا مش فاهم برضه سبب. حمدي فتحي مختفي تماما كانه مش موجود، ما اعرفش ليه. انت طالما حمدي فتحي مش قايم بدوره كويس لا دفاعيا ولا هجوميا، النهارده مش في حالته، الراجل جاي من الاصابه، مفيش مشكله، كنت انزل عمرو السوليه، انزل واحد زي قفشه لعيب كوره يعرف يعمل سروهات، يعرف يحط التاو، يعرف يحط الشحات، يبقى لاعب كوير مع الموجودين. هتخسر ايه؟ هتقول ما بيدافعش، ما هو برضه حمدي فتحي وديانج النهارده ما كانوش في افضل حالاتهم في الدفاع. عمرو السوليه الراجل لعب ماتشين كويسين، كان لازم الدفع بيه، ان انا افضل بالفرقه لغايه الدقيقه 80 بدون تغييرات، ولما اغير اسحب حسين الشحات، تغيير مش مفهوم خالص. حتى لو النتيجه 2-0 انت واخد القرار ان الشحات يطلع، لان الشحات خرج بعد الجون على طول، فاكيد هو واخد القرار من قبل ما الجون يجي. حتى لو النتيجه 2-0 ايه المانع ان انا اجيب الثالث؟ ومش هيجي غير عن طريق وجود واحد زي حسين الشحات في الملعب او فيرس تاو. الحاجه الايجابيه، كهربا النهارده خايف جدا، مش عامل ازعاج للفرقه. انا عايز كهربا الشراسه، تحط الكره تحت رجلك، تستلم في كور مشتركه زي ما كان بيعمل سامبو ده في كره عاليه غريبه جدا برضو النهارده. لازم اقول من سلبياتنا ونقط ضعفنا النهارده علي معلول، اداء مش مفهوم من علي معلول، لا دفاعيا ولا هجوميا. الباص يا علي، ليه بتعمل باص ريسك في منطقه متاخره وانت عارف اللاعب ضاغط عليك وفرصه ان هي تيجي في رجله تتخطى 60 70%، وبرضه بتعملها؟ يعني الجون اللي دخل فينا علي معلول، الراجل دخل عليه قريب منه لعبها جت في رجل الراجل. يشاء القدر بقى ان الكره ترجع تاني لعلي معلول، يروح مشتتها فين؟ بدل ما يطلع اوت اللي يعمل يحطها للراجل في نص ملعبنا احنا، يبدا يعمل بيها هجمه تاني. خدمت الظروف طبعا ان واحد بيستلم تولت منه خلاص جول. لكن اشاده كبيره جدا مصطفى شوبير، وانا مش متفاجئ لان اللي شافني قبل الماتش وسمع الحلقه كان عارف قد ايه انا بثق في مصطفى شوبير، والاداء اللي هو عمله ده انا متوقعه جدا، وعارف ان شوبير امكانيات فنيه مفيش زيها في مصر. فانا لازم اقول برافو لمصطفى شوبير في سن الصغير ده، مش خايف، مش هاب الموقف. حسين الشحات نفس القصه، بيرسيتاو ونفس القصه، اتقل 3 في الملعب في الاهلي. هاني اجتهد وعمل،
لكن في النهايه المردود الهجومي الشراسه ما كانتش موجوده. الكره اللي اول كره صدها شوبير انفراد، يعني الكره ملعوبه فاول، يعني الكره سهله، لاعب طلع مع عبد المنعم حطها حسام بوده بدماغه، مروان عطيه ساب الراجل يروح ومش شايف حمدي فتحي ولا دينج في الصوره، علي معلول واقف في نص ملعبنا، في نص ملعبنا، الكره ضربه حره ثابته، انا ايه اللي مطلعني قدام كده؟ ده مكان علي معلول اللي الكره جات له فيه. يعني حتى لو الراجل هرب من مروان عطيه كان المفروض يكون علي معلول موجود في اللقطه دي. كل الالتحامات العاليه علي معلول ما بياخدهاش خالص، ما بينطش في النهارده، ما اعرفش فيه ايه. مهم جدا نخلي بالنا من حته علي معلول في ماتش العوده، هيلعبوا عليه وهيلعبوا كرات عرضيه وهيلعبوا التحامات ناحيه علي معلول. علي معلول كان النهارده ما فيش التحامات خالص، الا لو لعبنا ان احنا ننزل نجيب ونقدر. في النهايه احنا كسبنا الوداد، احنا افضل، نقدر نكسب هناك، ولكن انك تبقى لاعب مش خايف، عندك ثقه في نفسك، عندك ثقه في فرقتك. كولر اعرف ان انت الافضل، انت الاهلي الافضل، لازم تبقى واثق في ده. حاله الفضيان اللي كان حاصل دوت في الهجمه المرتده ليهم، ليه مش فاهم انا؟ ليه في هجمه مرتده بلاقي العدد قليل؟ ليه الفتره بتاعت لو تفتكروا ماتش الاسماعيلي والداخليه لما كانت تبقى احنا كاسبين وماسكين الماتش في الاواخر، هل دي ضعف لياقه ولا ايه؟ مش عارف، لكن احنا والله نقدر. احنا كسبنا الوداد قبل كده في المغرب، كسبنا الترجي، اتعادلنا مع الرجاء هناك، فنقدر نحافظ. الاهلي هيلاعب الوداد، الطبيعي نسبه فوز الاهلي اكتر. وماتش زي ده التعادل مقبول، ان احنا نخسر من الوداد انا شايف وفقا للقدرات الفنيه لا احنا اللي نكسب. صدقوا ان انتوا تلعبوا في الاهلي، حاربوا، اعرفوا قيمه نفسكم، اعرفوا قيمه النادي الاهلي، هتقدروا تجيبوها من هناك باذن الله. المهمه مش سهله، مطلوب التعامل النفسي ازاي مع الحكم، وازاي تعرف تاخد حقك، وازاي ما تستفزهوش، وازاي ما تدوليش فرصه يظلمك، وربنا يستر من التحكيم. وباذن الله نرجع بال11 من المغرب. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.